right here watching history be made. Bitcoin is now up to $111. It's an all-time high, and it's continuing to rise. I've seen it break 3 times today. It went up to 110, and this is the highest that it's been. It's ridiculous. Last trade, 189 Bitcoin for $111 piece. That's amazing to me. I mean, just look at this graph. You see this graph? That's the last 3 hours. Give me a second, I'll switch it up. I'm right here. هذا الفيديو اللي شفتو دابا تسجل دابا 10 سنين. السيد كيحتفل بالاول تايم هاي اللي وصلوا البيتكوين هذاك النهار اللي هو 111 فاصلة شي حاجه دولار. هذا كانت الثمن ان البيتكوين وصل لهذا الثمن، شي حاجه اللي ما كانوش الناس كينتظروها او لا كيتسناوها. فالناس اللي شراو بهذاك الثمن وهولداو ليومنا هذا فمبروك عليكم، راك نتوما وليتو حاليا صديبوا على الكميه اللي شريتو ديك الساعه مليونيرات او لا ملتي مليارديرات. السؤال اللي كنطرحوا عليكم اللي كتشوفوني دابا، واش كون شريتي البيتكوين بهذاك الثمن واش كنتي غادي تهولديه ليومنا هذا؟ والسؤال كذلك تنطرحوا على هذا السيد، واش هولدا ولا لا؟ الجواب على هذا السؤال على هذا السيد هذا غادي نعطيه لكم في الاخر ديال النشره. اليوم سيدنا جبت لكم اهم اخبار عالم الكريبتو، اهم العناوين ديال هذه النشره هذه. غادي نشوفوا جي بي مورغان خرجوا عاوتاني وبداو كيزيدوا في العافيه. غادي نشوفوا اش قالوا حول البيتكوين سبوت اي تي اف، الفيكتوري ديال جراي سكيل ضد الاس اي سي في المحكمه. غادي نهضروا على الباينانس، خرجوا شي اخبارات عاوتاني نيجاتيف. واحد من المانجرات الكبار فهو اختار انه يخلي الباينانس ويخليهم ويزيد. غادي نقول لكم شكون هو، غادي نوريكم كذلك تصويرته. غادي نشوفوا بروجي ديال اربيترون، كاين شي اخبارات واحد الحوت بدا تيحول كميات كبيره، كذلك الفريق بغى يدير واحد لا بروبوزيسيون. كاين نشوفوا كذلك رونالدو فهو داروا ليه الديتيكتور ديال الكذوب. واش هاد القضيه دي شنو العلاقه عندها بالكريبتو؟ المهم غادي نهضروا في هاد المواضيع وشي خبيرات اخرين كذلك، ولكن كيف ديما بعد هاد الفاصل. خواتاتي السلام عليكم، معكم يونس من كريبتو. بالدارجه كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله بصحه جيده. كيف ديما كنشكركم كاملين على الدعم ديالكم، على الكلام الجميل اللي كتكتبوا لي في التعليق، هادشي كيفرح وكيشرف. الناس اللي كيشوفوني لاول مره تنقول لكم مرحبا بكم. كنتمنى ان المحتوى المتواضع يعجبكم وانكم تستمتعوا وتستافدوا منه. الا كان هذا هو الحال ما تنساوش تتبعوا القناه وتفعلوا الجرس، واللي عنده شي سؤال يكتب لي في التعليق غادي نجاوب ان شاء الله على جميع التعاليق. كذلك ما فيها بس نذكركم الى عجبكم هذا المحتوى هذا وبغيتوا تدعمونا فديروا لنا لايك كومونتير بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. هذه الحاجه الوحيده اللي غادي تعاونونا بها، وشكرا مسبقا. وعلى بركه الله وبسم الله نمشيو ونضربوا دويره في سوق الكريبتو. نمشيو نشوفوا شحال ديال الفلوس كاينه حاليا في سوق الكريبتو. حاليا 1.04 تريليون ديال الدولار، هذا هو الكم الاجمالي ديال الفلوس اللي مانفستيه في هذا الدومين هذا. بالنسبه للكم ديال الفوليوم هذا 24 ساعه الاخرى فهو صغير، المهم حيت كاين الويكاند. 22.4 مليار ديال الدولار ديال لي زاسيتس لا فالور ديالهم اللي تباعت وتشرات. بالنسبه للدومينونس ديال البيتكوين 48.3%، بالنسبه للدومينونس ديال الايثيريوم 18.8%. بالنسبه للبيتكوين كيرانجي مازال حاليا 25883. بالنسبه للليكويديشنز هاد 24 ساعه الاخرى فالتوتال هو 34.03 مليون ديال الدولار. الاغلبيه فيهم كانوا لي لونغ، يعني تقريبا 18.11 مليون ديال الدولار اللي تليكيدات ديال لي لونغ. بالنسبه لي شورت 15.9 مليون ديال الدولار. الكم ديال لي تريدرز اللي تليكيداو تقريبا كاملين 21448 تريدر، يعني نقولوا دوار كامل. مشيو سالنا الخبر الاول اللي عنده علاقه بجي بي مورغان. جي بي مورغان said the SEC will likely give green light to all spot Bitcoin ETF. هما قال لك متاكدين بان الاس اي سي غادي تصادق على هذه القضيه هذه. كاين كذلك الاخبار ديال بيتكوين ماغازين قالوا بان جي بي مورغان says SEC will likely be forced to approve spot Bitcoin ETF following Grayscale's victory in court. فقال لك هما حيت ربحات Grayscale الى اخره، فالاس اي سي ما عندها حتى مخرج من غير انها غادي تصادق على هذا الاي تي اف الى اخره، يعني غادي يفرضوا على هذه القضيه هذه.
كيف عرفنا الاس اي سي السيمانه اللي فاتت فهي اختارت ما دير والو، اختارت تربح شويه الوقت. عندهم 45 يوم من هذيك النهار، يعني من الجمعه 45 يوم باش يعطيو عاوتاني الرد للديدلاين الثانيه. هذه القضيه اللي حنا غادي نشوفوا. بقاو سيدنا في ميريكان قال لك دي سانتيس هذاك اللي مشارك حاليا في اللي باغي يولي رئيس ديال الامريكي في يعني في الانتخابات المقبله، دي سانتيس، فهو قال لك برو كريبتو ديكلاريشن، دار واحد البرو كريبتو ديكلاريشنز. هذا واحد من دوك السياسيين اللي مازال باغيين يديروا يعني الانتخابات، يعني باقي ما دار. هو بدا تيعطي شويه ديال العصير الفيد، قال لك the Fed must focus on stable prices. It is not a social engineer and cannot be allowed to be an accountable economic central planner. فهو قال لهم بان البنك فيدرال خصو يديها غير في يعني خدمته هو انه يحاول يستابيليزي الاثمنه، شي حاجه اخرى ماشي يسوقوا. هذا هو اللي كان قال، حيت هو جوكران ما خفت نكذب هو الجوفرنر ديال ميامي، فهو كان قال لهم الا وليت انا بريزيدون فانا غادي نمنع السي بي دي سيز وغادي يطلق الكريبتو. حنا غنشوفوا واش هاد الوعود اللي كيعطي الا مشى فريمون تا وصل يعني ولا بريزيدون، واش هادشي غادي يديروا ولا لا. كذلك جبد بايدن، قال لك بايدن's war on Bitcoin and cryptocurrency will come to an end when I become president. فهو قال لهم الا وليت انا يعني بريزيدون ديالكم، الحرب ديال بايدن ضد البيتكوين على البيتكوين والكريبتو كرنسي ما غاديش تبقى. كيف دير هادشي في الفافوري ديال الكريبتو كرنسي. نمشيو نشوفوا الخبر ثاني اللي عنده علاقه برونالدو. رونالدو داروا ليه سيدنا واحد الديتيكتور ديال المونسونج، يعني هذاك ديال اللي كيديتيكتي الكذوب، وتيزز قال لك الان اف تي بلانز وايل اون لاي ديتيكتور تيست. فبان لي رونالدو فهو فلوس السعوديه راه عجبوه، وكذلك فلوس الباينانس لانه ديجا كان خرج واحد الكوليكشن ديال ان اف تيز كيدير الدعايه بطبيعه الحال. كي تشوفوا هنايا الباينانس، فهو دار هاد الديتيكتور، بداو تيسولوا شي حوايج على الكره، وكذلك سولوا واش غادي تجي دير شي كوليكسيون واحده اخرى ديال ان اف تيز، وجاوبهم بيس. فهو مازال غادي يخرج الان اف تيز. حنا نشوفوا واش كاين شي واحد فيكم اللي شرا الان اف تي ديال رونالدو في الباينانس ولا لا، قولوها لي. مشيو لسنا الاخبار الثانيه اللي عندها علاقه بالاوكا اكس. الاوكا اكس نيرز كومبليشن اوف فاسب لايسنسين بروسيس ان هونغ كونغ. فالاوكا اكس فهي قربات غادي تاخذ يعني الفيرتوال اسيت سيرفيس بروفايدر في هونغ كونغ. قال لهم والو، وغادي ياخذوا هذه المساله هذه شي حاجه اللي هي بوزيتيف. فالاوكا اكس كيف تعرفوا فهي الراعي حاليا سبونسور ديال هذه القناه هذه. بالنسبه للناس اللي تيقلبوا على واحد الاكسشينج باش يتقيدوا اللي هي مزيانه وعندها البروف اوف ريزيرف ديما، يعني كل شهر كيديكلاريو هذه المساله هذه، فيمكن لكم تقيدوا بالرابط ديال القناه اللي هو يعني لافيتاسيون كود ديال كريبتو بالدارجه. الا تقيدوا غيكون عندكم بزاف ديال الميزات، من بينها غيعطيكم 3 ديال الدولارات الا ما خفتك ما 3 حتى 4 ديال الدولارات ديال البيتكوين الا درتوا الكي واي سي. كذلك الا ديبوزيتيو مينيموم 50 دولار غادي يعطيكم واحد الميستري بوكس، وكاينين بزاف ديال الامتيازات اللي هي زوينه. فما تنساوش اللي بغى يدعم القناه يتقيد في الاوكا اكس، راني شرحت نهار الحد الكوبي تريدينغ فيها، سيروا تفرجوا في هذاك الفيديو شي حاجه اللي هي مزيانه. كاين بزاف ديال لي زانفورماسيون اللي غادي تنفعكم في المستقبل. مشيو لسيدنا الخبر التالي اللي عنده علاقه بالاف تي اكس. الاف تي اكس والت موفز 10 مليون ان الت كوينز. فهذيك الواليت ديال يعني من واحد من دوك الواليتات ديال الاف تي اكس فحولات تقريبا 10 مليون ديال الدولار ديال لي زاسيتس ديال الالت كوينز. واش غادي نعرفوا واحد الدمب؟ المهم حنا غنشوفوا. قال لك واليت belonging to the Bankrupt Cryptocurrency Exchange FTX 10 المليون ديال الدولار اللي ترانسفيرها سباركين فيرز بيجر مور ديسربتيف دامز. فكل شيء تيخاف قال لك بان هذه القضيه هذه يقدروا هاد الالت كوينات يقدروا يدامبيوهم في السوق، شي حاجه اللي هي ماشي مزيانه. المهم راه هما عندهم بزاف ديال لي والات، بزاف ديال يعني ديال العملات مازال. المهم حنا نشوفوا واش ربما باغيين فلوس باش يعني باغي الفلوس باش يسهلوا عاوتاني دوك يخلصوا المحاميين، وكذلك يوجدوا عاوتاني في هذاك الري اوبنينغ ديال اف تي اكس. المهم حنا غادي نشوف الاغلبيه دوك المحاميين بغاو عاوتاني غارونتيو السالير ديالهم. مشيو سيدنا الخبر اللي عنده علاقه بالباينانس. another Binance executive jumps ship amid regulatory woes. فهاد يعني المشاكل او يعني
كي تنقولوا بالدارجه حنايا الهموم ديال هادشي ديال الريغولاسيون اللي تابع الباينانس. فكي تنشوفوا واحد من عاوتاني من دوك لي توب مانجر ديالهم خلى هذاك المركب وهرب كي تيقولوا، يعني جامبس اوت اوف ذا تشيب. فهو ماشي غير واحد، هو تقريبا هو السادس هاد الخطره. كاينين 5 ديال الناس قبل منهم، واحد اللي كان هو مسؤول في الاسيا باسيفيك هاد ليون فونغ، فهو في 31 اوت صافي ديميسيونا. واحد اخر كومبلاينس اكزيكوتيف ستيفن شارلي 7 جويي ديميسيونا. 6 جويي ديميسيونا هاد تشيف استراتيجي اوفيسرز اللي سميتو باتريك هيلمان. الجنرال كونسل هونغ ديال هوانغ فهو 6 جويي، واليو اس بيس تشيف فهو ديميسيونا تا هو 6 جويي، يعني 6 جويي ديميسيوناو. 1 2 3 الناس، نقولوا 4 الناس حيت الاخر 7 نهار من بعد 31 اوت. ودابا هاد السيد هذاك اللي كتشوفوه اللي هو سميتو مايور كامات، فتا هو كان مسؤول في ديفلوبي لي برودوي ديال الباينانس. فهو قال لهم يعني بعد 20 عام ديال الخدمه فهو بغى يرتاح شويه. هاد القضيه هادي اللي انا ما غاديش نتيقوا بها، فهاد القضيه هادي ما جاتنيش على راسي. فهو قال لهم I have worked closely with product leads to ensure seamless transition. فهو خدام مع اللي غادي يرومبلاسي باش داكشي يكون مزيان. It is also a good time for me personally to take some time off after 20 years of non-stop product work. ما كنظنش ان بعد 20 عام ديال الخدمه وحاليا انت غادي تكون يعني في يعني هو راه باقي صغير كيبان مازال صغير، انه في الطوب ديال الكارير ديالو انه غادي يخلي باينانس ويمشي باش يرتاح، باش يريح في الباهاماس ولا يمشي يريح. فربما كاين شي تقنيقه ولا خايف على راسو داكشي علاش بغى يعني يخرج، يعني نحيد هذيك الشوكه يسيلها بلادم. مشيو سيدنا الخبر تالي اللي عنده علاقه بالكريبتو فانز، يعني السيوله. هذيك النهار كنت هضرت فيها قلت لكم راه هذيك السيمانه 189 مليون ديال الدولار اللي خرجت ديال السيوله حاليا، يعني في التوتال 342 مليون ديال الدولار ديال الاوت فلو اللي خرجوا يعني في السوق غير هاد الاسبوع هذا. يعني 342 فيها هذيك 189 مليون ولا 186 مليون ديال السيمانه اللي فاتت، وهاد السيمانه يعني السيمانه اللي قبلها والسيمانه اللي فاتت. يعني بزاف ديال الناس بداو تيبيعوا يعني الفلوس ديالهم. الاغلبيه خرجوا من يعني من الجري سكيل ال 21 شيرز، يعني 21 شيرز البيت وايز البروسيس واوت فلو يعني اوف 11.2 مليون غير السيمانه اللي فاتت. ادين تو مولتي ويك ستيك توتالي 342. بزاف ديال الناس بداو تيخرجوا السيوله. داكشي علاش حاليا السوق راه مستغنيه، راه سبتمبر كيكون سلبي، بزاف ديال الناس محتاجين الفلوس، ربما بزاف ديال الناس خايفه الى اخره. غير ان هذيك الفكره ديال ان سبتمبر تيكون نيجاتيف الى اخره، فهما كاين شي وحدين اللي كيخافوا بيبر هاندز كيبغي يخرج السيوله ديالو الى اخره. حنا غنشوفوا هذه القضيه هذه فين غادي توصل، ولكن راه اليوم كتكون قال لك في حال وغدا تقدر تصبح في حال واحد اخر باش نكونوا واضحين. نمشيو سيدنا الموضوع ديال الاربيتروم. الاربيتروم قال لك واحد الحوت موفز نيرلي 3 مليون ارب توكن انتو باينانس. واش باغي يبيع هذه القضيه هذه ولا لا الله اعلم. بعد هذا السيد هذا فهو تيموفي تقريبا شحال هذه بزاف ديال الكونتيتي ديال الارب. فقال لك جاست 3 دايز اجو 3 ايام قبل هو ديجا كان حول 2 المليون ديال الارب للباينانس. دابا حول 3 المليون ديال الارب يعني 5 المليون. ذا ويل ادريسز عنده التوتال ديال 6.750 ألف اربيتروم توكن اللي هو عنده في التوتال، يعني تقريبا عنده لا فالور ديال 8.34 مليون ديال الدولار. ولكن النهار اللي خرج هذه الكميه دي من باينانس الوالت ديالو فكان الثمن ديال الارب 1 دولار فاصله 23.5. يعني حاليا من يردوا من الباينانس ربما بغى يبيعهم، الا كان غادي يبيعهم فهو غادي يدير واحد الخساره ديال تقريبا 850 ألف دولار، نقولوا جايه تقريبا 1 مليون ديال الدولار. واش غادي يبيعوا ولا لا قولوا لي في التعاليق. مشيو سيدنا الخبر الاخر ولا ردا على الجواب ديال هذا هو شوف كي ولا بعد 10 سنين. فكتبوا لي الله يجزيكم بخير في التعليق واش كتظنوا بان هذا السيد هذا اللي كتشوفوه دابا واش هولدا البيتكوين هذه 10 سنين ولا لا. انا غادي نشعل لكم ولكن قولوا لي ولا قلتوا لي لا ما هولداش. بغيت نعرف علاش، شنو هو السبب اللي خلاكم تقولوا بان هذا السيد هذا ما هولداش. المهم نسمعوا اش قال. Come on.
What kind of question is that? Of course I did. Of course I did. The question on everyone's minds is, did he hodl? Come on. Come فهو on. قال لك السؤال اللي كيطرحوا عليه بزاف ديال الناس، واش هولدا ولا لا، هو تيقول لهم كومون اوف كورس اي ديد، يعني هولد ات. What kind of question is that? Of course I did. اوف كورس هي ديد. دابا قولوا لي الله يجزيكم بخير، الجواب ديالكم في التعاليق واش كتدلوا بانه هولدا البيتكوين. هو راه كان عاصر عليه في ايامات $111 $50 $80 الى اخره، هو قال لهم هولديت. بعدا راه ما زرعش الشعر، ما زرعوش في تركيا باش نكونوا واضحين. واش هولدا ولا لا؟ انا تنقول لكم، انا النظره ديالي تنقول ما هولداش. هو بغيت نقرا جميع الاجوبه ديالكم، فكانت هذه النظره للمسائل ديال اليوم. كنتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا منا. ما تبخلوش علينا، ديروا لنا لايك، كومنتير، بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب، سيروا تقيدوا في منصه ديال اوكا اكس عن طريق الرابط ديالي. بالنسبه للناس اللي بغاو يدعمونا، كنضرب لكم موعد في الحلقه المقبله ان شاء الله. كنقول لكم السلام عليكم، تصبحوا على خير والله المعين.